مساء الخير. ما كنتش حابة أتكلم، بس الموضوع زاد عن حده الصراحة، ولي كثير أقول ما بتدخلش، بس هذا الوقت لازم أتدخل. البنات، أول رسالتي للبنات: بطلي تثقي بأي بنت، لا تحطوا حقكم الصور الخاصة بقصص خاصة، حتى لو أنتم شايفينها خاصة وشايفين اللي يشوفوها فقط بنات، بالآخر طلعت بنت هي اللي سربت الصور، وابن حرام فتح في انستا صفحة ونشر صور البنات. أقسم بالله إنه قلبي وقعني، يعني مش عارفة إيش أقول. تخيلت إنه ممكن حد هذا مبدئيا. ثاني حاجة، الأهالي، يعني الأب اللي قتل بنته في إنماء، أنت إيش استفدت الآن؟ أنت لما تقتل بنتك عشان إيش؟ عشان صورة؟ اتقوا الله، اتقوا الله ببناتكم. أنتم السند والأمان حقهم، أنتم اللي تعطوه للمتحرش طريق انه يهدد بناتكم وينشر صورهم، لانه عارف انه ما فيش اهالي بتوقف مع بنتك مع بناتي. كلامي ملخبط بس كنت لازم اتكلم. اتمنى انه يتم القبض على الولد والبنت اللي عملوا هذا الشيء، ويتم محاكمتهم، لانه حصلت اكثر من قضيه وما حدش اخذ حق بنته. فالمتحرش الان تكبر، صور البنات منشورة. الأهالي، حافظ على بنتك، طبطب عليها، اسألها من فين أجت الصورة هذه، حتى لو غلطت تشي تعاقبها، عاقبها، امنعها من حاجة تحبها، امنعها من التلفون، بس مش تقتلها، مش تضربها، هذا مش حل. والبنات بطلوا تثقوا بأي حد، بطلوا تفعلوا ستريكات، بطلوا تنشروا صوركم حتى لو الحالة خاصة، انتم مش عارفين البنات اللي معاكم من